هذا الصدد مشاهدينا الكرام من الرباط سيد رشيد المسلم الكاتب الصحفي. سيد رشيد المسلم، أهلا ومرحبا، شكرا على تلبية دعوتنا. كيف نفهم تقديم حزب العدالة والتنمية اللائحة الكاملة لمرشحيه للانتخابات المقبلة قبل 4 أشهر من الاقتراع؟ تقديم حزب العدالة والتنمية للائحة التي اعتبرت نهائية بنسبة 90% في هذه المرحلة هو إعلان بأن الحزب قادر أن يدخل هذه الانتخابات التشريعية في نهاية سبتمبر، وسوف يغطي جميع الدوائر الانتخابية. حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأول الآن الذي أعلن عن لائحته التي سوف تخوض هذه الانتخابات، وأكد في أزيد من بلاغ 5 بلاغات تقريبا أن هذه اللائحة مرت بصيرورة تنظيمية من تزكية الأمانة العامة ثم إلى الأمانات الجهوية. إذا نحن اليوم أمام حزب قادر أن يدخل هذه الانتخابات برهان سياسي وبرهان الواقعية السياسية التي تقول أن حزب العدالة والتنمية يدخل هذه الانتخابات بعد أزمة سياسية تنظيمية بعد نتائج الانتخابات السابقة. كان حزبا قويا بأزيد من 120 مقعدا في البرلمان، والآن أصبح بمجموعة برلمانية. ضعف الحضور البرلماني وكذلك غياب العديد من الوجوه والقيادات السياسية داخل حزب العدالة والتنمية، غياب كذلك بعض الوزراء السابقون في خوض هذه الانتخابات أو في مواصلة العمل داخل العدالة والتنمية يطرح أكثر من السؤال. بالنسبة للأمين العام الحزب إلى بن كيران أعلن أنه لن يخوض هذه الانتخابات لعدة محددات. أولا، حسب المقربين له هناك محدد أول عامل السن، يقول أن السن إلى بن كيران غير قادر على خوض الانتخابات والحملة الانتخابية، خصوصا في دائرة سلا المجاورة الرباط، والتي كانت هي دائرة انتخابية سلا المدينة لأزيد من 4 ولايات انتخابية، أي أزيد من 20 سنة. كما أن هناك تخوفات أخرى أن يخوض إلى بن كيران في دائرة الانتخاب حيث يقطن في الرباط المحيط، وهذه الدائرة الرباط المحيط تسمى دائرة الموت. وإلى الآن هناك 4 وزراء سابقون أعلنوا، 4 وزراء، هناك وزير حالي ووزراء سابقون أعلنوا أنهم سوف يخوضون الانتخابات في دائرة المحيط التي يقطن فيها الأمين عام حزب العدالة والتنمية. كما سوف يخوض هذه الانتخابات الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة الذي ينتمي إلى العدالة والتنمية مصطفى الخلفي، سوف يخوض هذه الانتخاب في دائرة عبد الإله بن كيران. هناك مؤشرات تقول أن هناك تغيرات جذرية بنسبة أزيد من 80% في الوجوه التي قدمت أو التي أعلن عنها في عديد من التجمعات الانتخابية أو مهرجانات الخطابية في عديد من الجهات، أن هناك تغيرات كبرى بالنسبة للآلة التنظيمية لحزب العدالة التنمية. كما أن هناك انتقادات سياسية واقتصادية اعتبرت أنه هو مسؤول عن ما وقع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لأن حزب العدالة والتنمية قام بتسيير حكومتين سابقتين. ولكن المجموعة البرلمانية للحزب العدالة والتنمية كانت لها فعالية وحضور قوي داخل مجلس النواب في مناقشة عدة قضايا مثيرة للجدل. وهذا يعتبر أن حضور بعض البرلمانيين أو بعض القيادات الحزبية التابعة للحزب العدالة والتنمية خلقت نقاشا سياسي، رغم أن العدد قليل جدا. طموح العدالة والتنمية يريد أن يستقطب المواطنين دائما باعتماده على الخطاب الأخلاقي، الخطاب الديني. لاحظنا خرجات الأمين العام في عدة خرجات في هذه الأيام الأخيرة، ما زال يمارس الخطاب الديني والخطاب الأخلاقي، وهذا في إطار بأن هناك مؤشرات أخرى لأن الانتخابات سوف تكون مصيرية جدا، ويظهر أن حزب العدالة والتنمية سوف يقول كلمة إما من أجل البقاء أولا، وهو أن محافظة على بعض البرلمانيين. أشكرك جزيل الشكر على تلبية دعوتنا من الرباط سيد رشيد المسلم الكاتب الصحفي.